البيكي ايتر اللي هو الطفل اللي بيخلينا كلنا نتعذب يا حبيبي كل عشان تبقى سترونج، عشان تبقى كبير، عشان البيكي ايتر ده للاسف في جزء منه جينات وفي جزء منه احنا اللي بنخلقه لما نديله الحاجات الاحلى قبل الحاجات الاسوأ. مثلا انا دلوقتي في اول 6 شهور وانا محتاجه ابدا له الاكل. لو بدات بالبطاطا افتكر مش هيحب الكوسه، يعني منطقي. لو بدات بحاجه احلى انا مش هحببه في الحاجه الاقل. فانا دايما هبدا بالخضار الاول قبل ما ابدا له الفاكهه، وابدا دايما وهو جعان. يعني ما ينفعش بعد رضع على طول، لا ده ما بحبش الكوسه، لا ما انا لسه مديله رضع دلوقتي، انا هدي مسافه وهسكيب رضعه وهبتدي ادخل الاكله دي. حاجه كمان ممكن ادخل له شويه نكهات، مش كل النكهات ينفع، يعني زي ما قلنا الملح والفلفل وكده لا طبعا، والسكر، لكن حاجات زي القرفه والكمون ينفع ان انا ادخلهم. مثلا حاجه من الحاجات اللي كنت بديها لبناتي بس في ايجي اكبر شويه، شوفان بلبن بموز وقرفه، ده كانوا بيناموا بيها زي الفل، جربوها لو عندكم اطفال كبيره يعني. فممكن ادخل القرفه وممكن ادخل الكمون. حاجه كمان ان انا اشارك الطفل معايا، الطفل بيبقى عنده اصلا فضول تجاه الاكل بتاعي، هو حابب الموضوع عشان هو شايفك بتاكله، فممكن احطه في الكرسي بتاعه بتاع الاكل ومعلش اسيبه يبهدل الدنيا شويه. في الاول اكيد هاكله انا، بس ممكن عند عمر 9 شهور انا ببتدي اخشن الاكل حبه حبه. يعني الاول بديله بيوري خالص، بعد كده بخشنه، بعد كده عند 9 شهور بديله حاجه اسمها فينجر فود، اللي هو تكون صوابع انا محضراها وحطاها سلقاها او عاملاها اسمها ايه ده على البخار، واديها له وياكل هو بنفسه. الاحساس ان هو انا بعمل ده بنفسي وانا زي الكبار وباكل شبههم بيخليه يتحفز للاكل، وده بالطريقه دي مش بخلق بيكي ايتر.